هجرب اعمل كوكيز بعد ما حرقتها 3 مرات قبل كده. اول حاجه واهم حاجه الزبده تكون لونها بني، زبده بني وسكر بني. ما هي كوكيز بقى، كنت اقصد يعني عشان الكوكيز لونها بني. نكته سخيفه، انا اسفه. سكر ابيض بقى ونقلب. شعري كان داخل يقلب معاهم. بيضه، صفار بيضه، فانيليا. اظن زودت. مفيش كوكيز هتطلع طعمها وحش من فانيليا زياده يعني. انا شايفه نظرتكم من عندي ان انتوا مش واثقين فيا، بس استنوا شوفوا هيحصل ايه في الاخر. دقيق وملح وبيكنج صودا. فاضل احلى جزء في التجربه، الشوكليت شيبس. وليه الفرحه تبقى فرحه واحده لما ممكن نخليها فرحتين ونضيف اكسترا شوكليت على الموضوع. نعمل عجينه دواير لازم كلهم يكونوا قد بعض. هي سايحه شويه قوي. ايه الحلاوه دي بجد. واو. تاكلوا بقى الكوكيز ازاي؟ في طريقه لاكل الكوكيز. لازم ترشوا عليها ملح، ولو ما جربتوش فايتكم نص عمركم. اعملوها. مش انا لقيت طريقه جديده اخلي بيها شعري اللي هو بيو كده، فيو كده اهو. جابت الرز دي لفت نص شعرها الاولاني من قدام، وبعد كده جابت واحده تانية لفت نص شعرها اللي ورا. نامت صحيت بقى لقيت شعرها، بصوا يا جماعه فيو قوي. انا عايزه اصحى الاقي شعري. هنحاول يا جماعه. انا شاكه بنسبه يعني 90% ان انا شعري يصحى فيو، عشان انا مستحيل شعري فيو. فهجرب دي هتكون انا ليه عامله كده. بما اني هنام فهعمل الهير كير روتين قبل ما انام، ودايما كل يوم بستخدم الكيرستاس نايت سيرم. جماعه ده بجد سحر بالنسبه لشعري. شكلها هتنجح بجد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. واو، في حاجه هنا المفروض مش شايفه بجد اهو. انا خدت حته قلم على وشي. قربت لحظه الحقيقه. هنشوف هتديني بالقلم على وشي ولا لا. 1 2 3. حلوه. وادي تاني جزء من الشعر. انتوا شاهدين اهو ان انا بعمل بالظبط زي ما هي عملت. ادي تاني واحده ظبطت اهو. وادي اخر جزء. انا عارفه ان انتوا مش شايفين حاجه، بس انا لسه بلف شعري اللي فوق. فكه الحل الوحيد ان احنا نعمل واحده على اليمين وواحده على الشمال. انا كنت هعمل واحده ورا عشان اعرف انام على اليمين او على الشمال كده، ولا هعرف انام على اليمين ولا هعرف انام على الشمال. هروح انام دلوقتي ال 12 ساعه بتوعي وارجع لكم اول لما اصحى. ويا جماعه لو شعري ملفش وطلع زي في الفيديو بالظبط، انا مش هيحصل كويس. انا مش هستحمل لفه مدام لافاش كريدي على الفاضي. اطبخ اكله سوريه وانا بتكلم سوري. مرحبا يا جماعه، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مثل ما بتعرفوا انه انا امي سوريه، فلو غلطت باي شيء باللهجه السوريه اليوم امي رح تنتفني تنتيف، يعني هتديني بالشبشب. ماما ركزي معي، بدنا اكله سوريه سهله وشي غير الشاورما السوري. ما في غير الششبرة. 3 كاسات طحين، ملعقتين زيت، ورح نضل نعجن ونعجن لحد ما تتكون العجينه. بنحط اللحمه، وثاني شيء رح نحط البصل. اسراء ما تنسى الملح والفلفل. صح. واخر شيء رح نحط البقدونس. يا اهل المرو والعزه والكرم، ورد وبحره ونارنجي. يعني ايه نارنجي؟ وهلا نعمل هيك وهيك بنكون خلصنا. بنسكرها هيك مثل السمبوسه. هلا زينب هيك. ايوه برافو اسراء. رح نحط كاستين لبن. يا الله سخنه. لا بتكون على البارد يا اسراء. هاي ما نسيني. ومعلقه نشا. واو بسم الله. يا الله شو طيبه. ودلوقتي اكتبوا لي في الكومنتس عايزيني اجرب اكله ولهجه انهي بلد في الفيديو اللي جاي. طول عمري كان نفسي يكون عندي نمش، بس زي ما انتوا شايفين ما عنديش ولا نمشايه واحده، لحد ما شفت الصوره دي لتايلور سويفت، وانا من ساعتها وانا بدور على النمش ده. ومش اي لون، جبت الاحمر اللي هو انا اصلا واحده ما عنديش نمش، وعمري ما جربت في حياتي بالصدفه ارسم على وشي نمش. فاول ما اجرب احط على وشي نمش احط لونه احمر ليه؟ ده شكله من جوه. نحطه كده، بعد كده نجيب فوطه مبلوله ونقعد بقى ايه نتاب كده. حاسه ان انا بتخرق. مناخيري وانا ليه ماسكه مناخيري كده اصلا؟ ما سيبها. في حتت بدات تظهر. شكلها تحفه. انا ابتديت ازعل بجد ان انا ما عنديش نمش. ازعل بجد. شكلها عجبني قوي من هنا، بس من هنا باظت شويه، يمكن عشان دي اول مره اجربها فانا مش متعوده عليها قوي. لا وكمان جايبه واحده تانية لونها سيلفر، فانا هقرفكم بالنمش بتاعي. اسراء انت ما عندكيش نمش اصلا، انت فاهمه. انتوا بقى ايه رايكم؟ اسراء بنمش ولا اسراء من غير نمش؟ صباح الخير. مع اني متاكده ان انتوا لو صحيتوا وصبحتوا بحد شعره عامل كده مش هيبقى صباح خير خالص. مبدئيا كده النوم ما كانش مريح خالص. كنت اجي انام على اليمين الاقي البتاعه دي خبطت في وشي، اجي انام على الشمال طبعا البتاعه دي مش هتخليني اصلا انام على جنب الشمال. بس الحمد لله على نعمه النوم التقيل، عشان انا نمت كده. هبتدي بدي عشان حرفيا خنقتني من امبارح. هو عامه كفايه ان انا اسحب شعري بس كده. ما كنتش متخيله يطلع كده خالص. التانية توجع. ايه ده؟ دلوقتي فاضل دي ودي.
واخيرا اللي احنا كلنا مستنيينها. هو في ايه؟ هو في ايه بجد؟ هو ده شكل شعري في الاخر. مش عارفه، في الاول ما عجبنيش، بعد كده عجبني، بعد كده ما عجبنيش، بس مش فاهمه حاجه بجد. انا مكسوفه منكم، بس يعني حاسه بصراحه عجبني، اداني فوليوم وخلى شعري ويفي من غير ما اعمل عليه اي حراره. انتوا بقى دلوقتي قولوا لي رايكم، تدوا البتوع دول كام من 10؟